انا قررت اعمل كحك لاول مره في حياتي معاكم، علشان قلت مش معقول العيد يجي وما احكيلكوش قصه الكحك. القصه بتبدا من ايام العصر الفرعوني. المصريين القدماء كانوا بيعملوا نوع من انواع الكحك المحلى بالعسل والسمنه، كانوا بيشكلوها دوائر وينقشوا عليها رسومات الشمس والزهور. الكحك ده كانوا بيقدموه في الاعياد والاحتفالات الدينيه. الطريف ان شكل الدايره في الكحك كان زمان رمز الفرحه والاكتمال، علشان كده هو مناسب جدا للاعياد. بعد الاف السنين لما وصلنا لزمن الدوله الفاطميه في مصر، بقى الكحك تقليد اساسي في عيد الفطر. طب ليه الكحك بيتحشي عجوه او ملبن؟ ايام الدوله الفاطميه كان الهدف ان الكحك يبقى حلو ومغذي ويشبع بعد الصيام في عيد الفطر، عشان كده كانوا بيحشوه حاجات بتدي طاقه زي العجوه والمكسرات. والنقشه اللي احنا بننقش بيها الكحك دي كانت علامه بتعرفك الكحكه دي محشيه بايه. الشكل الاول محشي عجوه، الشكل التاني ده اكيد محشي مكسرات، علشان لما بيتعمل كميات كبيره الناس تعرف الحشو من غير ما تكسر الكحك. فكرة الكحك المحشي بالتمر دي قديمة من أيام الفراعنة، وكل بلد بعد كده طورته بطريقتها، زي المعمول في الشام والخليج. وعلى فكرة كل بلد عندها حلويات العيد بتاعتها. المغرب عندهم كعب الغزال والغريبة، ودول الخليج عندهم اللقيمات، والشام المعمول. الدول مهما اختلفت اجتمعت ان فرحة العيد لازم لها لمة ومعجنات. افتكروا ان الكحكاية اللي بنرش عليها سكر دي وراها تقليد عمره آلاف السنين من أيام الفراعنة. وافتخروا بتاريخكم. كل سنة وانتم طيبين.